جاب لها بدل الشقة 2 هدية عيد ميلادها، وفي عيد ميلاده ركع على ركبته وسط الناس واتقدم لها. كانوا جيران و5 سنين يحاول لؤي علشان يرتبط بآية فارس، وكانوا أصحاب والكل عارف إنهم هيرتبطوا وهم ينكروا ويقولوا انتوا بتقولوا ايه، احنا اخوات. هي اللي بدأت وكلمته وبعتت له رسالة وسبب أختها. في الفيديو ده هقول لكم أسرار علاقة لؤي رمضان وآية فارس وازاي الصداقة اتحولت لارتباط. قالوا عن آية فارس إنها مارلين مونرو التيك توك، وشبهوها بالفنانة كارولين عزمي في الملامح والروح الحلوة، ولما لبست الحجاب شبهوها بأم خالد. بقالهم سنين أصحاب وإخواته وبيظهروا بشكل مستمر مع بعض ويعملوا فيديوهات سوا. آية هي اللي بدأت وبعتت له رسالة بتسأله عن الفقرات اللي هتتقدم في الكافيه اللي كان لؤي فاتحه في الوقت ده، ورغم إن الصفحة فيها كل التفاصيل نازلة ولكنها اتلككت علشان تكلمه، والسبب كان أختها الصغيرة اللي كانت بتحب لؤي جدا واتصورت معاه ونشرت صورتهم دي. لؤي قال لأني راجل ذوق، فلما جت ومعاها 10 كمان ما دفعتهمش فلوس ونزلت لهم عصير، ومن وقتها بقوا أصحاب لفترة طويلة جدا لحد ما قرر لؤي يحول الصداقة دي لجواز، ولكن آية رفضت بس ما سابهاش إلا لما وافقت. لؤي كان بيحتفل مع أصحابه بعيد ميلاده، وكانت آية معاه واقفين بيرقصوا وبيغنوا، وفجأة لف ووقف قدامها وهي مش واخدة بالها وركع على ركبته ولبسها الخاتم زي الأجانب. وطبعا كانت مفاجأة لآية لأنها ما كانتش متوقعة إنه يعمل كده. لؤي لما نشر فيديو عيد ميلاده ده قال أحلى وأجمل عيد ميلاد في حياتي، وآية قالت عيد ميلاد أهم حد في حياتي. واللي خلى لؤي يعمل كده وياخد خطوة رسمية إن في حد اتقدم لها وكانوا بيعملوا تحدي، قالت له كده، قال لها مش شبهك، ارفضيه، مش بيحبك. وزي الشهر ده من سنة كانت خطوبتهم، ولكن للأسف بعدها بفترة حصلت خلافات وانفصلوا، كل واحد راح لحاله، بس فضلوا أصحاب وإخوات علشان بعد كده تتحجب آية وترجع للؤي ويرتبطوا من جديد ويرجعوا لمحتواهم سوا وفيديوهاتهم اللي ما ينفعش حد يعملها لوحده. الكل فرحان لرجوعهم، وكان متوقع يرجعوا لبعض لأنهم بيحبوا بعض، وطريقة انفصالهم كانت راقية وهادية، وانفصلوا وهم بيحبوا بعض وأصدقاء. لؤي دايما بيوصف حب آية إنها بعد أمه على طول في كل حاجة، وهي بتقول إنه مش أحن راجل أنا شفته، هو أحن واحد في الدنيا. قالت عنه كمان هو عصبي جدا بس حنين، واللي في جيبه مش له، ولو أنا عايزة حاجة وآخر 100 جنيه في جيبه يجيبها لي، حنيته ممكن تغفر له أي حاجة. المفروض إنهم بيجهزوا للجواز دلوقتي، ولكن آية عايزة تعمل خطوبة، وقالت اللي اتعملت دي كانت قراية فاتحة، لكن لؤي بيحاول يقنعها يبقى كاتب كتاب على طول، خاصة إنه فاجئها في عيد ميلادها بهدية شقتين للجواز فوق بعض بدل شقة، ويقال إنه هيعملهم دوبلكس. آية كانت فرحتها مش سايعاها وبقت تتنطط أول ما اداها المفتاح. آية بتشتغل موديل كمان وبتتعاون زي بلوجرز كتير مع اتيليهات وميك اب ارتست، وتعمل لوك عرايس وبتظهر جميلة جدا. وأول فيديو نشرته الكل اتفاجئ إنهم اتجوزوا كده مرة واحدة، ولكن مع تكرار النوعية دي من الفيديوهات عرفوا إنهم لسه ما كانوش ارتبطوا رسمي. لؤي بيمثل وبيعمل سكتشات منها الكوميدي ومنها التراجيدي، وعلاقته قوية جدا ببدرية وطلبة، وظهر معها وهو بيرقص في كافيه وكانت مبسوطة وفرحانة جدا كأنها عارفاه فعلا. هو اسكندراني زيها برضه وخريج آداب جامعة الإسكندرية. علاقته بأهله كويسة جدا، ودايما والده ووالدته كانوا بيظهروا معاه في البدايات وحققوا نجاح كبير جدا. أمه كانت أمنية حياتها تجوزه من وهو في الكلية، كانت تقول نفسي يخلص ويتجوز من قبل ما تعرف آية خالص. وعن مواصفات شريكة حياة لؤي قالت عايزاها تكون مؤدبة ومحترمة وتعله وحلوة، وما كانش عندها مانع تكون بلوجر ومشهورة زيه وتظهر معاهم في الفيديوهات ويكون لها دور برضه. رأيكم إيه في علاقة لؤي رمضان وآية فارس؟ وهل تتوقعوا هيتجوزوا على طول ولا هيعملوا خطوبة تاني من جديد؟